السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نهاد رجب، مدرب ومعالج بالتنويم بالإيحاء، وأول مدرب عربي لفن الإقناع والتأثير النفسي بالتنويم الضمني. والنهاردة هكلمك عن أغرب 8 طرق علشان تقوي ذاكرتك وتفتكر أسرع وتستوعب أكتر بكتير من الأول. علشان كده أنا عايزك تركز معايا. العقل طبعا زي ما أنا بتكلم دايما فيه قدرات غير محدودة، حاجات قوية جدا ممكن إنك تستخدمها لصالحك علشان تفتكر اللي أنت عايزه. وأساسا إحنا تصممنا علشان ما ننساش. عندنا قدرة عقلية اللي احنا نفتكر حرفيا كل معلومة سمعناها، مش بس من اول اليوم ولا من اول السنة، من اول ما اتولدنا. وفي بعض الابحاث بتقول ان الانسان يقدر يفتكر من جنين في بطن والدته. فخليني اقول لك ان العقل البشري اللي فيه 150 مليار خلية عصبية، وان كل خلية عصبية فيها قدرة انها تستحمل معلومات وتستوعب معلومات بحجم مكتبة الكونجرس الامريكية. فخليني اقول لك قد ايه انا متحمس علشان اشاركك باحسن 8 طرق واغرب 8 طرق تقدر تستخدمهم علشان خاطر تقوي ذاكرتك وتفتكر احسن. اول طريقة اتكلم عنها جيرمي دين هي انك انت to clench your right fist، او انك انت تعمل قبضة بايدك اليمين. لو انت عملت قبضة بايدك اليمين في خلال ما انت بتتعلم معلومة، فده حاجة بتساعد عقلك على التركيز اكتر وعلى قدرته في الاستيعاب بعد المعلومة اللي انت كنت بتسمعها. وده طبقا لابحاث واحد اسمه بروبر. لما عمل البحث ده على مجموعة من الناس اللي خلاهم في خلال ما هم بيستمعوا لمحاضرة ان هم يعملوا قبضة بايديهم اليمين. واكتشف بروبر انك انت بتعمل قبضة في ايديك اليمين بايديك اليمين في خلال ما انت بتستوعب المعلومة، وبتعمل القبضة بايديك الشمال لما تكون في الامتحان ومحتاج انك تسترجع نفس المعلومة. اكتشف ان العقل لما تعمل قبضة بايدك اليمين بيكون عنده قدرة اكبر واكتر واحسن على الاستيعاب وعلى التركيز في المعلومة وعلى حفظ المعلومة اسرع. علشان كده انا النهاردة عايزك اول حاجة تعملها انك انت تعمل قبضة بايدك اليمين في خلال ما انت بتسمعني دلوقتي، او في خلال بعد كده ما بتسمع اي معلومة من المعلومات اللي انت بتتعرض لها يوميا وعايز تفتكرها. موضوع انك تقبض ايدك برضو ليه مجموعة من النظريات النفسية والعلمية اللي بتفهمك بعد كده ليه موضوع قبض الايد اليمين فعلا بيأثر اكتر واكتر، وبيخلي العقل اكتر استيعابا واكتر تركيزا على المعلومات اللي بيستقبلها. فافتكر الملخص لأول نقطة هو انك تعمل قبضة بإيدك اليمين في خلال ما انت بتستمع للمعلومة، وبتسيب ايدك اليمين وبتعمل قبضة بإيدك الشمال لما تحب انك تسترجع المعلومة. تاني نقطة من المعلومات او النقاط اللي اتكلم عنها جدين في انك تتذكر احسن هو انك انت تمضغ لبانة. مضغ اللبانة بيخليك احسن في التركيز في خلال ما انت بتسمع معلومات، وبيحسن اكتر واكتر من الذاكرة بتاعتك. وده طبقا لبحث عمله واحد اسمه دكتور مورجان سنة 2013. وده عن طريق ان هو اختبر الذاكرة السمعية لبعض الناس في خلال ما هم بيمضغوا اللبانة. اكتشف ان هي اعلى بكتير من الذاكرة السمعية للناس اللي ما كانوش بيمضغوا اللبانة في خلال ما كانوا بيستمعوا للمعلومات. فاول نقطة كانت انك تعمل قبضة بايدك. تاني نقطة هو انك انت تمضغ لبانة في خلال ما انت بتستمع للمعلومات، لان ده بيخلي عقلك اكثر تركيزا على المعلومات اللي انت بتسمعها. تالت نقطة اتكلم عنها جيرمي دين هي انك انت to go to sleep او انك انت تنام. احسن حاجة واكتر الفوائد اللي بتحصل من النوم هو ان هي بتخلي عقلك قوي اكتر، لان النوم بيخلي عقلك يرتب المعلومات اللي انت سمعتها او اللي انت درستها وتعرضت لها في خلال اليوم بالكامل. رابع نقطة اتكلم عنها جيرمي دين وحابب ان انا اشاركها معاكم النهاردة هو انك انت to go for a walk او انك انت تتمشى. اغلب الناس اللي بتعاني من مشاكل في الذاكرة بتعاني من مشاكل في الذاكرة مع تقدم السن. علشان كده انك تمشي بشكل مستمر ده بيمنع ان ذاكرتك تتأثر بشكل سلبي لما تكبر في السن. خد بالك انك لازم كل يوم ممكن تمشي 2 او 3 كيلو، مش هتاخد معاك اي وقت عشان تتعود انك انت مش بس رياضة، عشان كمان تحسن من ذاكرتك طبقا لبحث الواحد اسمه دكتور إريكسون سنة 2010. ودي كانت رابع نقطة هو انك انت to go for a walk او انك انت تتمشى من وقت للتاني كل يوم. اعمل الهواية بتاعتك انك تتمشى بعد كده من الذاكرة بتاعتك بشكل اقوى بكتير، وبيحافظ على ذاكرتك بعد كده في المستقبل من انها تحصل لها اي مشكلة مع تقدم العمر. خامس نقطة مهمة جدا هي فكرة انك stop smoking او انك انت تبطل تدخين. انك تبطل تدخين
ده موضوع مهم جدا، لان هو طبقا لهافرمان، دكتور هافرمان سنة 2011 اكتشف ان التدخين ليه اثار مدمرة جدا جدا على الذاكرة، وانك انت تبطل تدخين ليها القدرة ابطيلك لتدخين هيخليك احسن، وهيخليك ترجع ذاكرتك اقوى من الاول. علشان كده خد قرار من دلوقتي لو انت مدخن انك تبطل تدخين، وهتلاقي ان ذاكرتك بقت احسن بكتير من اي وقت تاني. سادس نقطة اتكلم عنها دكتور جيرمي دين هو انك انت تصنف روزماري، او انك انت تشم نبات الروزماري. ودي حاجة انت ممكن تجيبها من العطار، هو عبارة عن نبات اسمه روزماري او بالعربي اكليل الجبل. زيت الروزماري او ريحة الروزماري ده بيخلي الذاكرة بشكل قوي جدا، طبقا لماكجريدي وموس سنة 2013 بتخلي الذاكرة اقوى بكتير، وبتحسن من تركيزك، وبتحسن من نسبة استيعابك بعد كده في المستقبل. وسابع خطوة هو انك انت تخس او تلوز ويت، هو انك تخس زي التدخين بالظبط. التدخين زي ما اتفقنا بيضعف من الذاكرة بتاعتك، وبرضه الوزن الزائد بيضعف من الذاكرة بتاعتك. علشان كده لما بتخس اكتر ده بيحسن من الذاكرة بتاعتك، طبقا لدكتور باترسون سنة 2013، واللي اكتشف ان الشخص الزايد في الوزن والستات او السيدات اللي قلوا من وزنهم في حدود 85 كيلو لما قلوا ل 77 كيلو في خلال 6 شهور، اكتشف دكتور باترسون ان هم اتحسنوا في الذاكرة بشكل قوي جدا. تامن واخر نقطة هو انك turn off the computer and sit quietly، او انك انت تقفل الكمبيوتر وتقعد عادي بالراحة وبهدوء. دكتور جيرمي دين اتكلم عن الفكرة دي بمنتهى القوة، وقال لك انك انت بس اقفل الكمبيوتر، لان الكمبيوتر عنده القدرة ان هو يقلل من مستوى تركيزك ويضعف من الذاكرة بتاعتك مع الوقت. التكنولوجيا بشكل عام بتضعف من الذاكرة بتاعتك. علشان كده انا عايزك تقفل الكمبيوتر، تبدأ انك انت تقعد تعمل مديتيشن او تعمل هيبنوسيس، تبدأ انك انت تاخد وقت الفترة لحالك هادية، تغمض عينك، تاخد نفس عميق، وتبدأ انك تريح عقلك عن اي فكرة ممكن تكون بتجيلك. وبكده تكون حققت الثمان نقاط الأساسية علشان تقوي الذاكرة بتاعتك بمنتهى القوة. كان معاك نهاد رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.